خسائر مادية مهمة تمثلت في انهيار ما يناهز 30 منزلا بعدد من الدواوير بجامعة ولاد حسون على إثر ارتفاع منسوب مياه واد الحجر وواد برويحات. الفيضانات فاجأت ساكنة هذه الدواوير في ساعات متأخرة من الليل، إذ جرفت ممتلكاتهم واضطر العديد منهم لصعود أسطح المنازل للاحتماء من المياه. كنا ناعسين، دقوا لنا مع الثلاثة، خرجنا لقينا الواد، لقينا عباد كيتجراو هنا، ما بقينا بغينا فاش نهربوا الدراري، عيطنا دوك المنظمات اللي حدانا، هزينا الدراري وصلنا من المدينه من 6 حتى 10 دخل الناس الحوان ديالهم، دخل لهم الديور، كاين مسكين اللي خلاه الله كريم، بدا شي 2 ديور ولا 3 اللي ريب، والمدرسه رابت، والمدرسه حتى هي رابت، هي مشات التراكتور باش كنخرجوا عباد الله كنخرجوهم على برا، وكان تقريبا متر ونص ديال الماء اللي كان غادي في الدوار. حتى 4 ديال الصباح ديال اليوم، قلت ضلينا كاع فيها كما تقريبا مع شي، قلت لها 5000 بدا تنقص شي شويه، وحنا والوالده واختي، حنا 2 الخوات هنا، وربت عندنا الدار، ما عندنا فين نتحركوا. من مخلفات هذه الفيضانات أيضا قطع الطريق الوطني رقم 8 الرابطة بين مراكش وقلعة سرغنة، ولإعادة فتح الطريق وإجلاء المتضررين تم تجنيد مختلف المصالح التي باشرت عملياتها لإنقاذ المواطنين وإزالة الأوحال التي تعرقل حركة المرور. كانوا خسائر مادية جلت في الهدم ديال 26 منزل بدوار ولاد بوزيد، والطريق تقطعات. اما الحمد لله الجانب الايجابي في هذه المساله هو انه ما كانوش خسائر بشريه لكون تعبئه المواطنين من طرف السلطه المحليه. المديريه الجهويه والتجهيز والنقل عبأت جميع الموارد الماديه والبشريه من اجل اعاده فتح هذه الطرق امام حركه المرور، وذلك في اقرب الاجال الممكنه. لحسن الحظ لم تخلف هذه الفيضانات التي لم تشهد مثلها الساكنة منذ سنوات عديدة خسائر في الأرواح.